انا ايه اللي جابني هنا؟ تعالوا اقول لكم القصه بدات ازاي. كنت قاعد مشغول كالعادة وفجأة جت في دماغي فكرة، ليه ما سافرش دلوقتي باريس؟ وفعلا مسكت الموبايل، دخلت بصيت على التذاكر والحجوزات، وفي دقيقتين كنت حاجز الباص والهوستل. ميعاد الباص كان بعد 5 ساعات، فقمت شحنت بطاريات الكاميرا، جهزت شنطتي بسرعة، لبست هدومي ونزلت أخدت أول حاجة قدامي توديني فرانكفورت عشان الباص هيطلع من هناك. وصل الباص في ميعاده وبدأت الرحلة اللي هتستمر 8 ساعات طول الليل. حاولت أنام بس الموضوع كان صعب شوية، ومع طلوع أول ضوء للنهار كنت فعلا دخلت فرنسا، وفي خلال ساعتين كمان كنت وصلت باريس. نزلت من الباص تايه ومش عارف أروح فين، فقررت أشوف الأول مكان أفطر فيه. طبعا طلبت كرواسون عشان أعيش جو فرنسا من أول لحظة. الكرواسون كان مرهق شوية بس الواحد كان جعان. المكان كان لذيذ بس فطرت على السريع عشان مش عايز أضيع وقت أكتر من كده. بعدها طلعت على أول محطة للمترو أشوف هروح فين. قطعت تيكت، معرفش هي صح ولا لأ بس نفعت، وركبت المترو. وأول ما خرجت من المترو لقيت قدامي برج إيفل. فضلت أمشي وأمشي وأمشي لحد ما وصلت للمكان اللي الناس دايما بتتصور الصورة المعروفة فيه مع برج إيفل. ومن هنا تبدأ رحلتي لمدة 3 أيام في باريس. انا بقالي 10 سنين او اكتر من ساعه ما جيت المانيا وانا نفسي اجي لبرج ايفل او اجي باريس عامه، وعلى طول كنت باجل بس جاء الوقت اللي انا لازم اعمل فيه الحاجه اللي انا كنت عايزها. فيلا نستكشف مع بعض باريس واستمتع بيها، واشوف اللي كان في بالي هو اللي كان موجود ولا الدنيا ما تستحقش كل اللي انا بعمله دوت. سمع هنا لهجات من كل مكان في العالم، شيء اسباني على اوكراني على عربي طبعا فرنساوي، وفي المان كانوا تايهين زيي. فكل حته في العالم، كل ده شامبورج حته حديد. بس هو كبير، هو بيبان كبير اكتر ما هو في الصور ما بيبان، في تفاصيل كتير. واحد تعب من المشي. انا واحد من الناس بمشي كتير وما بيهمنيش، بس تعبت جدا. مجرد بس لفيت عند برج ايفل والمحيط بتاعه استويت، ورايح دلوقتي للمكان التاني اللي في دماغي عايز اروحه. هو مش مكان يعني معروف لناس كتير بس يقال ان هو حاجة حلوة. انا ما نمتش من امبارح في الطريق، والهوستل للاسف اللي انا مأجره ما بيعملش تشيك ان بدري، فقلت خلاص بقى اقضي اليوم وبعد كده بروح على الهوستل. فانا مطبق وعطشان ويمكن جعان شويه. الكوبري المزين في باريس، المفروض ان ده احلى كوبري موجود في باريس، وده المكان التاني اللي انا حاطه في خطتي. اسمه ايه بقى الكوبري دوت؟ لحظه واحده عشان انا ماليش في الفرنساوي خالص. اسمه بونت الكسندر الثالث. مين بونت مين الكسندر معرفش، بس ده من الاماكن اللي انا كنت عايز اجي اتفرج عليها في باريس. On se remet de la veille. Il n'y en a pas de pareil. Le Paris village s'éveille. عايز اكل اي حاجه واجيب ميه، بس انا مش عارف اروح مطعم فين او بتاع. فانا لقيت دلوقتي مؤقتا ان في كارفور، فهروح اجيب من كارفور اي حاجه تسد الرمق كده، عشان اشوف مكان كويس اتغدى فيه بقى، او خلينا نقول الغدا المتاخر. فخلينا نشوف كارفور ده فيه ايه.
عايز اعترف لكم اعتراف ان الشيبسي في فرنسا في خيارات كتير اكتر بكتير من الشيبس بتاع مفيش مقارنه اصلا. هبصوا كيس الشيبسي، انا طبعا مش فاهم ايه اللي مكتوب عليه دوت، بس بطعم اللحم. انا عمري ما شفت شيبسي في المانيا بطعم اللحم. دوق بقى كده، شيبسي بطعم الكباب بتاع مصر، بس ده مش موجود برضه في المانيا، فبالنسبه لي امل يعني. خدت التصبيره المتينه، نكمل بقى رحلتنا للمكان اللي عليه الدور. أنا في شارع الشانزليزيه دلوقتي، أو شانزليزيه حاجة كده. طبعا ده مش أول شارع شانزليزيه أمشي فيه، لأن إحنا عندنا في اسكندرية شارع شانزليزيه برضه، بس الشارع ده بيفكرني بشارع فؤاد أكتر من شارع شانزليزيه اللي في اسكندرية. هو شبه شارع فؤاد جدا، مع فرق إن في المحلات اللي هي اللي فيها الماركات العالمية بتاعت الهدوم وكده الغالية أوي، التيشيرت ب $2000 و$10,000 وبتاع. الغريب إن شارع الشانزليزيه خلاني أفكر في حاجة تانية خالص. زمان كنت متخيل إن السعادة هتكون في إني أسافر وأوصل للأماكن ديت، لكن لما وصلت اكتشفت إن المكان لوحده مش بيعمل الذكرى بتبدأ من اللحظة اللي تقرر فيها تبطل تأجل حياتك. يمكن الماركات هنا فخمة والمباني جميلة، لكن أكتر حاجة هفتكرها من الشارع ده إني كنت ماشي فيه وأنا حاسس إني أخيرا بعيش اللحظة، مش مستنيها. محل لوي فيتون شارع الشانزليزيه، الناس واقفه عليه طوابير مع انه غالي، بس الناس جايه له من كل حته في العالم علشان تشتري من لوي فيتون. فرنسا دي والله رايقه، واحد مفتقد الروقان ده شويه في المانيا. قوس النصر اللي ورايا دوت هو تقريبا اكتر مكان في باريس كنت عايز اشوفه. الناس دارته اكتر مكان في باريس كنت عايز اشوفه بعد برج ايفل. نقرب شويه، عايز اعدي الناحيه التانية هنا، بس مش عارف اعدي ازاي. اللي بيعدي الناحيه التانية تقريبا لازم يطلع، او لازم يكون عايز يحجز ان هو يطلع فوق في الحته اللي فوق ديت، في مكان يعني بيبص فيه على البلد كلها، وانا مش محتاج اعمل كده. انا عاجبني قوي شكله بكل تفاصيله والحاجات اللي موجوده فيه ديت، فانا مرضي كده. الشمس ورايا، مش عارف اصور البتاع حلو واتصور معاه كده، بس مش عايز اسيبه. بس يعني المكان، لا هو ده اكتر مكان في باريس لحد دلوقتي عجبني. تقوليش برج ايفل وبتاع، لا ده في شغل، في فن كده، مش التاني عباره عن حديد وخلاص. هو الرمز البلد، بس لا ده بالنسبه لي هو احسن مكان في باريس لحد دلوقتي. بس مضطر اسيبه علشان انا محتاج اكل. لسه هعرف بقى هاكل فين، لان انا ناوي اكل في مطعم فرنسي، واتمنى ان انا ما ندمش اني قررت لازم اكل في مطعم فرنسي. فاقرب مطعم فرنسي هيتكعبل فيه دلوقتي في اكل فرنسي هروح اكل فيه. خلينا نشوف. معرفش دول رقصة غجري ولا بلغاري ولا تركي. الراجل الصنم الجزء التاني، العيال بتقلده. شفتك بتحرك ايدك على فكرة. المطعم اللي انا داخل عليه دوت اللي بالاحمر هو اول مطعم مفروض فرنساوي طلع لي في طريقي. انا هدخل زي ما يحصل بقى. الحمد لله لقيت المنيو بالانجليزي عشان ما اروحش في داهيه. كده اول خطوه محلوله، لا نفهم ايه اللي مكتوب. هو انا شفت ناس كتير وانا جاي كده في الطريق قاعدين في مطاعم بياكلوا الترتار ده تقريبا لحمه مفرومه ونيه، فدي شكلها فرنساوي، فانا هطلبها واشوف ايه الدنيا. يا رب تطلع حلو. انا عامه يعني بحب اللحوم، فهطلب لحمه، سلطه، شويه بطاطس وعيش والبتاع دوت.
وعليها بيضة من فوق. الحاجة الموضوع ده يطير فيه رقاب، ده ني في ني. هدوق واشوف. طعمها حرش كده بس لا حلو. نجربها بقى مع البيضة. بابا لو شافني بعمل الحاجات دي قدامه هيبهدلني، يقول لي العك ده. مش بطالة بس من غير البيضة أحلى. بس هي كويس شغال، مش أفضل حاجة في الدنيا بس أنا متقبلها. العيش ده خطير. لا كده مع العيش كده ظبطت. بعد ما خلصت أكل اتحركت على الهوستل عشان أعمل تشيكن فيه. عبال ما وصلت كانت الدنيا ليلت وكنت مرهق جدا، فقلت خليني أنهي اليوم على كده لأني محتاج أنام جدا وعشان أبدأ اليوم التاني صح. صباح الخير. النهارده اليوم التاني، عندي حاجات كتير عايز اعملها بس في نفس الوقت انا هدفي ان انا اتعلم من امبارح، لان امبارح تعبت جدا ويا دوبك دخلت نمت زي القتيل، ما حسيتش بالدنيا لما صحيت. عايز بقى اتعلم من اللي عملته امبارح، يعني مش عايز امشي كتير، مش عايز الف كتير، عايز اشوف الاماكن اللي انا حاططها في بالي وعايز اروحها اكون جنب بعض واركب مواصلات على قد ما اقدر بحيث ان ما دغدغش جسمي، لان انا عامل زي لعيبه الكوره دلوقتي محتاج بعد ماتش الكوره استشفاء من كتر المشي. دي اول مره تحصل معايا ان انا اكون كده من شويه مشي، هو مش شويه، هو كتير قوي، خلوني معضل اكني كنت في تمرين الجيم رجل ملهاش مثيل. بس الاول خلينا نفطر. المفروض ان ده الكرواسون بتاع المحلات العاديه خالص، ما فيهوش اي اندهاش، شكلا احسن من اللي اكلته امبارح في الكافيه. طب وده احلى وطازه اكتر. يلا صح وعافيه عليا. رسميا انا جوه متحف اللوفر. شعور غريب، مكان كنت بتسمع عنه ده متحف اللوفر وبتاع، في الاخر دلوقتي انت داخل وتتفرج عليه. انا على فكره ما كنتش هحجز التيكت بتاعته، كنت هكتفي ان انا اتفرج عليه من بره، بس في حد صاحبي قال لي لا تستاهل انك تخش تتفرج عليه وتشوف على الاثار بتاعت مصر اللي موجوده هنا وكده، فهنشوف. اتمنى تكون زياره حلوه. وانا ليه حاسس ان انا دخلت مول؟ فين الاثار يا جدعان؟ انا مش عارف، شكل رحلتي طويله هنا. فعلا حاسس ان انا دخلت مول كلها شوبات ومكان تشتري منه حاجات ومش عارف ايه. فين الاثار؟ الورقه دي فهمتني هعمل ايه، او تقريبا يعني فهمت. انا دلوقتي المفروض ان انا في الدور اللي تحت الارض لان انا جيت بالمترو، وهاخدها بقى طالع لفوق، فواحده واحده كده وعلى مهلي. L'inconnu qui est en
المكان ده عشان يخلص محتاج شهرين، فانا قدامي حلين، يا اما الف في كل حاجه واقعد طول اليوم هنا، يا اما ابقى انتقائي واروح للحاجات اللي تهمني زي الاثار المصريه. شكلي هاخد الخيار التاني. Un petit bout d'avenir, ta voix, mon corps et le ton, y'a comme un goût d'infini dans le hasard de la vie. الناس كلها بتيجي المتحف ده عشان اللوحه اللي ورايا دي، الموناليزا. دي ازحم قاعه هنا، هي ازحم بكتير من اي مكان تاني، يعني كل الاماكن تمام الا ديت زحمه. بصوا المنظر، كله بيتفرج على الموناليزا. فيها اصلا مش حاطين اللوحه الاصليه. ده اخر زوم اقدر اجيبه فيها، لكن غير كده صعب. بس في نفس الاوضه فيه لوح كتير حلوه. انا مش عارف ليه كله واقف عند الموناليزا، وفي لوح عملاقه زي اللوحه اللي ورا دي. انا طبعا مش عارف لوح مين ديت ولا اي حاجه، بس هي شكلها حلو، وانا ما عنديش خلق ان انا اقرا الحاجات، انا بتفرج وخلاص، مش مهم مين عملها. بصوا عملاقه ثانيه بيبي، بس مش بيبي قوي، عشان انا اصحابي لما جم هنا كانوا بيقولوا لي ان هي اصغر من كده اللوحه بتاعت الموناليزا. الصور اللي في القاعه ديت صور نصها ما ينفعش يتصور وينزل على اليوتيوب، بس انا عاجبني الديكور بتاع القاعه، اللون الاحمر دوت مع اللوح، بجد واو. يعني انا سايب اللوح وبتفرج على الديكور، عشان اللوح ما ينفعش الواحد يتفرج عليها، عيب. الراجل ده شبه نابليون وراكب على حمار، ولا هو هيطلع نابليون في الاخر. بونابرت، طلع كلامي صح. كنت عايز اروح الجزء المصري، بس على حظي رحت للراجل دلوقتي بيقول لي اتقفل عشان الوقت اتاخر، لان انا هنا بقالي 3 ساعات والساعه بقت 5:30، على حظي اتقفل. انا مش عارف ليه كل المتاحف بتاعت اوروبا، حتى برضو لما رحت برلين زمان والجزء المصري برضو ما دخلتوش. هو في الاثار دي بتاعتنا عايز اتفرج عليها، بس للاسف قفل. يلا معلش. الحقيقة إن أي حد فينا يقدر يشوف متحف اللوفر وهو قاعد في بيته، يقدر يفتح الإنترنت ويشوف كل لوحة بدقة أعلى من اللي أنا شايفها دلوقتي. لكن الفكرة عمرها ما كانت إنك تشوف المكان، الفكرة إنك تعيشه، لأن كل واحد بيدخل المكان دوت بعينه هو. ممكن نقف إحنا الاتنين قدام نفس اللوحة، لكن كل واحد فينا هيلاحظ حاجة مختلفة وهيحس بإحساس مختلف. يمكن عشان كده مفيش زيارة شبه التانية، ومفيش حد يقدر يعيش التجربة دي مكانك. وفي الآخر اللي بيرجع معاك مش الصور اللي انت صورتها، اللي بيرجع معاك هو الإحساس اللي عشته واللحظة اللي انت كنت حاضر فيها. الغدا بتاع النهاردة شوبينج من السوبر ماركت، عصير، وهنا في أكل هندي شكله اتقلب على سور اللوفر. حديقة لوكسمبورغ، أشهر مكان أو أشهر جنينة في باريس. بصراحة هي جميلة جدا، من الأماكن اللي كنت عايز أزورها، وإن ما كانش في ناس كتير تعرف إن هي موجودة، بس لا عظيمة، خصوصا النافورة اللي في النص ديت. الجنينة بتقفل الساعة 9:15 بالظبط. كل الناس اللي شغالين في الجنينة عمالين يصفروا للناس، عشان هي الجنينة كبيرة ولازم بقى كله يطلع. بس أنا للأسف ما قعدتش هنا أكتر من ساعتين، والمكان مع كثرة الشمس وبدأ الجو يبقى حلو،
فالمكان اكتر من رائع يعني. لو حد جاي باريس لازم يجي الجنينه دي. صباح الخير، اليوم الثالث في باريس. الحاجات اللي عجباني في المترو هنا ان المترو نفسه لما بيجي يقول المحطة الفلانية او المكان الفلاني بيقولها بالفرنساوي، وبعد كده بيقولها بالانجليزي، وبعد كده بيقولها بلغة حسب بقى، بيقولها صيني مرة، الماني مرة، ايطالي، اسباني تقريبا يعني، عشان ما بعرفش افرق بين الايطالي والاسباني. المهم ان كل محطة بيقول عنوان او بيقول الكلام بلغة ثالثة غير كل محطة. دي حاجة لذيذة. لما بسمع الألماني كده ايه حنين بقى، أنا فهمت اللي بيقوله عشان بيتكلم بالألماني. أول حاجة عملتها النهاردة إني طلعت على ميدان الرسامين. المكان ده من أشهر الأماكن الفنية في باريس. من أول ما تدخل هتلاقي رسامين في كل مكان، منهم اللي بيرسم من خياله، ومنهم اللي بيرسم بورتريهات للناس وهم قاعدين قدامه، ومنهم كمان اللي بيرسموا المكان نفسه. وبعدها مشيت دقيقتين تقريبا لحد ما وصلت لحيطة أنا أحبك. الحيطة دي مكتوب عليها جملة أنا أحبك بأكتر من 250 لغة ولهجة من كل أنحاء العالم. وبعد كده لقيت محل بيبيع حلويات المكرون، أشهر حلويات موجودة في فرنسا وعليها ضجة كبيرة، فقلت أجربها وأشوف الكلام على إيه. نقول بسم الله. أنا معرفش ده بس شكله وطعمه فراولة. هو حلو بس ما يستاهلش كل الضجة ديت، لأن أنا مش من الناس اللي بتحب السكريات أوي. بس هو حلو، اللي هو هاكل 2 بالكتير هشبع، أكتر من كده. ويمكن الأطعمة التانية طعمها أهدى شوية من الفراولة ده، بس تجربة لطيفة. لازم الواحد لما يروح باريس لازم يجرب المكرون. سرق وبيجري يجيب الشنطة بتاعته، اتنشل. يا لهوي كده، انا حاطط الشنطة بتاعتي بين رجلي هنا كده عشان النشل. صباح الفل. لسه كنت بقول البلد حلوة ومفيش الكلام دوت واصحابي بيأفوروا، لقيت المشهد قدامي. المشكلة ان اللي اتسرق واحد من باريس، يعني المفروض عارف اللي فيها ومفروض يخلي باله من حاجته. بس بقى ايه، وقت القدر اللي عايزه ربنا يحصل بيحصل. لازم اخلي بالي من كل حاجة. الشمس حارقة، قاعد متداري في الظل، والمفروض ان انا وصلت للمكان اللي اسمه بالفرنساوي ساكري كور بازيليكا حاجه كده. هو كنيسه بس المميز فيها ان هي فوق خالص، فانت لما بتوصل عندها مش لازم تدخلها، تتفرج على المعمار بتاعها وكده، وفي نفس الوقت تتفرج على باريس كلها من فوق كأنك معاك درون. لان انا للاسف ما جبتش الدرون بتاعتي معايا، بس ده من الاماكن اللي انا برضو كنت حاطط في بالي ان انا عايز اروحها. بصراحة مكان يستحق الزيارة. طبعا اي سور في مكان سياحي في اوروبا لازم يتحط فيه المفاتيح والاقفال بتاعة الحب ديت، وفي ناس واقفين قدامي طبعا هناك همت بيبيعوا المفاتيح ديت ولا الاقفال ديت عشان الناس الحبيبة يحطوا المفتاح بتاعهم منها ولا القفل بتاعهم منها، بس ملناش دعوة.
سان جيرمان، من أهم الشوارع اللي في باريس برضو، اللي فيها ماركات وفيها كافيهات نادرة جدا ولا مش عارفة قديمة جدا، فيها كنيسة، هي معرفش ايه الكنيسة دي بصراحة، بس شارع من أهم الشوارع. الجو بدأ يهدى شوية، سلام لو يفضل الجو كده على طول، أو كان من البداية يفضل على طول، كانت الدنيا هتبقى أسهل بكتير. ضلمة كده، عمال يعمل لك ألوان وأضواء وحركات. فرنسا برضو لازم يعملوا حركات في الحمامات بتاعتهم. ما اعتقدش ان في مكان احسن اختم برحلة باريس من هنا قدام برج ايفل، وهو بينور كل ليلة كأنه بيودع المدينة بطريقته. الحقيقة انا كنت مأجل الرحلة دي سنين، مش عشان كنت مش لاقي وقت، لكن عشان كنت مستني أشارك المكان ده مع شخص عزيز عليا، لحد ما اكتشفت إني نسيت أهم شخص، نفسي. الشخص الوحيد اللي كان معايا في كل خطوة، والوحيد اللي عمره ما خذلني. وعشان كده سافرت باريس لوحدي. يمكن ما زرتش كل الأماكن اللي الناس بتقول لازم تتزار، لكن في كل مكان روحته كان كل اللي يهمني إني أعيش اللحظة من غير استعجال، ومن غير ما أجري ورا قائمة أماكن لازم أخلصها. لأن في الآخر السفر مش بعدد الأماكن اللي لازم تزورها، السفر بعدد اللحظات اللي عشتها فعلا. ويمكن دي تكون نهاية الرحلة، لكن أكيد مش آخر مرة أشوف فيها باريس.